طه حروف مقطعة مثل ياسين، ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة تبدأ بها بعض السور، وليس ذلك من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتوهم بعض الناس، ليس اسما من أسمائه، وإنما هما حرفان مقطعان افتتحت بهما سورة طه. كذلك ياسين، هذا ليس اسما، إنما ياء حرف وميم حرف ولام حرف، هذا ليس اسما من أسماء الله، بل هي حروف مقطعة تبدأ بها السورة، ونحن علينا الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالحروف المقطعة تكون من حرفين أو أكثر، والله أعلم بمراده. ولكن من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية من يقول إن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن، أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وأمثالها، وأنتم تنطقون بها وتتخاطبون بها، ولم تقدروا على أن تأتوا بشيء يشبه القرآن ولا بآية ولا بسورة، هذا إشارة إلى الإعجاز. ولذلك يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.